كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يطيب الحديث إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان فيه واحد متجوز ومراته ما بتخلفش، وكان هو بيحبها وبيعزها وحاططها في عينيه، اكمنها كانت يتيمة وقربته. والراجل ده كان غني ولا غني إلا الله، عنده فلوس وتجارة وأملاك. المقصود الدنيا منوله كل اللي في نفسه، لكن يا عيني نفسه في الخلفة، وكل شيء بأمر الله. ومراته كل ما تسمع عن نصيحة، عن طبيب، عن وصفة تعملها عشان الخلفة، لكن ايه مفيش فايدة. فقالت له يا ابن عمي اتجوز، وما دام انا ما بخلفش يبقى ما احرمكش من زينة الدنيا، وده شرع الله. قال لها يا بنت عمي بلاش، انت يمكن بتقول النهاردة كده ترجعي بكرة تندمي. خبت الدموع في عينيها وقالت له لا، انا صبر على حكم الله. قولوا قصر الكلام راح ودور على واحدة بنت ناس اغنية من وأمه واتجوزها. الست التانية دي جابت له ولد. شوفوا بقى الراجل اللي كان نفسه في الخلف لما يجيله ولد اول بخت، وتاني خلفة ولد، والتالتة ولد، وروح يا زمان تعا يا زمان لما جابت له 7 ولاد محروسين فوق راس بعض. وبعدين الراجل دايما من عادته رجليه تاخده على البيت اللي فيه الولاد، وعشان كده الست الاولانية يا عيني اللي ما خلفتش ما كانتش بتشوفه كتير، مع انه كان عادل ويخشى ربنا، زي ما يبعت للبيت ده يبعت لده. لكن فرحته هو داخل على ام العيال كانت بتبقى باينه عليه. وبعدين قولوا قصر الكلام ربنا امر وما ضمش الست الاولانيه وخلفت وجابت بنت. جوزها قال في عقل باله تفضل من غير خلف، ولما تخلف تجيب لي بنت. قام لقى نفسه بعت لها لوازمها من بعيد لبعيد، ولا دخلش عليها يقول لها حمد لله على السلام يا عيني. المقصود بعد ما كان بيحبها وراضي بعيشته معاها، بعد ما خلفت البنت ما بقاش يشق عليها، وقعادوا ونوموا واكلوا وشربوا هناك في القصر عند الغنية اللي جابت له 7 ولاد. كبروا الولاد وبقوا رجالة. وبعدين وكان السلطان شاف في الرؤية ان فيه كنز هينفتح له على وش بنت من الرعية. قال ايه يكون ابوها ما خلفش بنات غيرها وخلفته كلها ولاد. قام المنادي نادى بأمر مولانا السلطان كل واحد من الرعية يكون مخلف بنت واحدة يبعتها هي واخواتها الذكور لقصر السلطان، والسلطان بيطمن الناس على اولادها. يا اهل البلد اياكم خلفة اوامر السلطان، يا اهل البلد كل واحد. ايه اللي بتقوله ده؟ يعني مش سامعه النجاب يا ام وداعة. لكن انا ما اقدرش افرط في بنتي، ما اقدرش. وهو بكيفنا يا شيخة. ما تبعت ولادك، اهم صلاة النبي احسن 7. اشمعنى حتة البنت اللي جاي يتفرط فيها؟ ما انا يا ستي هبعتهم معاه، ما هو السلطان قايل ان كل بنت تروح له مع اخواتها. لكن انا مش هبعتها. تبقى عايزه تشوفيني متعلق من رقبتي. وهو يعني السلطان لو عرف ان انا ما حلتيش من الدنيا الا وداع يوم ياخدها مني؟ ما هي يا ستي اوامره كده، لو كنت مخلفه بنتين ما كانش لا خد منك ولا مني، لكن اللي طالع في دماغه ان الراجل اللي يكون مخلف بنت واحده هو اللي يبعتها له. وانت هيخس عليك ايه؟ اهي حكايه وجات لك انت ومراتك على الطبطاب. يعني انا اللي رحت للسلطان وقلت له يا موداعة اسمتك كده. طب سيبنا ناخدها واسلمها للسلطان بايده. شوفوا بقى الكلام، اذا كنا بنقول لك يا ستي ان الاوامر ان الاخوه الذكور هم اللي ياخدوا اختهم ويسلموها بايديهم للسلطان. وده معقول؟ ايه هو اللي معقول؟ ان اطمن عليها معاهم، مش هيعوموا على عوم امهم. يا شيخه بلاش كلام امال. ليه؟ مش بسلامتها من ساعه ما سمعت المنادي وهي بتزغرق. لكن اذا كانت فاهمه انها مستقويه عليا بولادها ال7، انا برضه مستقويه باللي خلق الخلق. هو اللي قسم لي بنت واحده وهو اللي هيحرسها. انت واقف ليه؟
اطمن على الولاد وهم قايمين للسفر. حط في قلبك بطيخة صيفي. انا عملت ترتيبي، يعني حضرت الجمال لكل ولد جمل، وللسملولة بنتك جمل، و10 جمال محملين زاد وزواد ومية، وبعت معاهم جريتي مسعودة. طب وليه مسعودة دي؟ انت ما سمعتيش النجاب؟ لا انت عايز ولادي يسافروا رحلة زي دي ومحدش يخدمهم؟ مش كفاية ان هصبر على فراقهم؟ لا حول الله. امال التانية تعمل ايه؟ نعم نعم نعم، اظن هتعمل لها حكاية. حتة بنت ما تسوى درهم وهتعملوا لها قيمة. ده اظن لو واحدة تانية وعندها دم وتكون ضرتها خلفت 7 رجالة وهي ما جابتش الا القطة المغمضة دي كانت موتت روحها. يا اخي ده الحمد لله اللي ربنا نصفها وخدها منها. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. هو قلب الضرة ده ما يشيلش غير الحقد والكره؟ اعوذ بالله. اتفضل، بدل ما انت قاعد تقيطنا روح جرجر بنتك وهاتها ركبها. ما تقوم. اعمل ايه؟ حاضر، ما هو انا اللي استاهل. لو كنت صبرت على حكمته ورضيت باسمتي كان زمان بالي رايق. يا مسعودة، مسعودة. جريتك يا ستي. تعالي اسمعي مسعودة. نعم يا ستي. انت فهمت اللي قلتهولك؟ فهمت يا ستي. تفتحي عينيكي، اصل امها دي انا عارفاها كويس، مش معقول تفرط فيها الا اذا كانت مطمنة عليها. عطيها حرز، عامله لها تحويطه، مشيلها حجاب. اطمني يا ستي. مش هتطمن، انا عايزاكي طول السكه تسيبي الاكل والشرب، مالكيش دعوه بالولاد هم كبار. انت لا تنامي ولا تهمدي، تشوفي معاها ايه تاخديه، وقبل ما توصلوا للسلطان تكوني عملتي ترتيبك ان انت تكوني وداعة وهي مسعودة. وداعة يا حبيبتي. يا أمي ما تخافيش، انت مش بتقولي ان في رب؟ امنت بالله يا أمي، بس لو كنت عارفة انت خايفة من ايه. هم مش اخواتي؟ اوعي تأمن لهم. دول اخواتي وعمري ما قعدت مع حد منهم. اظن لما نسافر مع بعض اول مرة هيبقوا خايفين عليا. هم يعني يا وداعة هيبقى حن عليكي من اخوات سيدنا يوسف عليه؟ دول كانوا ولاد نبي، ولاد سيدنا يعقوب، ورغم كده رموه في الجب وراحوا كذبوا على ابوهم وقالوا له الديب كانوا. طيب وايه اللي حصل بعد كده؟ شفتي ربنا بعد كده بين الحق ولا لا؟ سيدنا يوسف يا وداعة كان نبي وابوه نبي، لكن ابوكي اللي ما دخل بيتنا من ساعة ما عرف اني خلفت بنت. وهو ربنا هيعاملنا بمعاملتي يا أمي؟ يا أمي ما تخافيش. يا رب الامر لك يا رب يا كريم. ايه اللي كنت هتديهولي؟ ايوه خدي. ايه الخرزة دي؟ ايوه عارفة الخرزة دي لو حصل لك اي شيء وكلمتيها الكلام يوصلني. تعرفي لما تكوني فين وتحطي بقك في الخرزة وتكلميني هسمعك. اي شيء تطلبيه منها هتلاقيه قدامك بفضل الله. لو منعوا عنك الاكل الشرب، لو سابوكي في الجبل ومشوا من وراكي، بس تكلمي الخرزة وتطلبي مني اللي انت عايزاه. ان شاء الله يا وداع. ايوه وداع، مع السلامة. خبي مع السلامة يا وداع. اخواننا مشوا بلاد تشيلهم وبلاد تحطهم، ومسعودة مراقبة وداعة ومنعت عنها الأكل ليلتين بالعنية عشان تعرف هي هتعمل ايه. قامت وداعة كده لفت نفسها وطلعت من عبها الخرزة وحطتها قدام بقها واتلفتت هنا وهنا، ولما اطمنت ان محدش من اخواتها واخد باله ولا مسعودة واخدة بالها وراحت قالت: يا خرزة يا ما شاء الله،
قولي لأمي بسم الله، مسعودة الجارية فايتاني، بالجوع والذل رمياني، يا خرزة يا ما شاء الله، قولي لأمي بسم الله. حرام عليك يا مسعودة، ده الجودة من موجود، وداع روحها في ايديكي، حافظي عليها بعينيكي، وخالي من حساب الله، دي الدنيا مش باقية والله. حرام عليك يا مسعودة، حرام عليك يا مسعودة. أعوذ بالله، يا طول ودان ستي وداعة، يا ست وداعة، انت جعانة يعني؟ ما انتش عارفة يا مسعودة، بقى ده العهد، انا حلمت ان امك بتقولي وداعة جعانة. امي يعني عملت بوصيتها، معلش اصل السفر بيخلي الواحدة تنسى. قعدت مسعودة تراقب وداعة، وبعدين لغاية ما اتأكدت ان الخرزة اللي مخبيها في عبها هي اللي بتوصل الكلام لأمها، وحطت عينها على الخرزة دي، لازم تاخدها. تعمل ايه؟ فضلت سايقة الجمال ليل ونهار ونهار وليل، واذا حد نام تصحيه، لغاية ما كبس النوم على وداعة. قامت مسعودة وقفت الجمال ومدت ايدها في عب وداعة وخدت الخرزة المصفورة، يا خبر، وحطت مطرحها خرزة تانية تشبهها، وسابتها نايم والركب كله نايم، وحطت بقها قدام الخرزة. يا خرزة يا ما شاء الله، طوعيني بأمر الله، خلي وداعة تصبح سودة، اللي يشوفها يقول مسعودة، وانا اصبح بيضة من الساعة، اللي يشوفني يقول وداعة. يا خرزة يا ما شاء الله، طوعيني بأمر الله. يا خبر، مسعودة مسعودة، ايه في ايه يا بنت انت؟ لوني ايديا يا مسعودة، ايديكي بصي، ايه ده اللون ما بيطلعش يا مسعودة. انت ما شفتيش وشك؟ روحي بصي في البير اللي هناك. مسعودة قولي لي ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، انت بقيتي مسعودة بلونها واسمها، وانا من السعادة وداع. يلا اجري ارعي الجمال، يلا. عملتيها يا خاينة. والقفلة تمشي وكل وداعة ما يطول بيها السير ترفع وشها ويتهيأ لها ان النجوم شاعرة باللي هي فيه. يا نجوم الساهري، قولي لأمي قولي لأبويا، وداع صبحت جارية، ترعى الحبق ترعى النبأ، حتى تدور السائية. يا نجوم ويا نجوم الساهري. والنجوم تسمع وداع، تقوم النجوم تبكي يا سلام، تبكي لما تشوف البنت اللي امها امنت عليها اخواتها وخانوا الامانة وسابوها المسعودة تنتقم منها وتأمرها انها تمشي في الجبال وتحطب وترعى وتطبخ وتبكي. ووصل الركب القصر السلطان، وكانوا كل البنات اللي أبهاتهم سمعوا النجاة وصلوا، وفي الساعة دي كان السلطان قاعد وقدامه شيخ العرافين. مولاي، أظن ما عدلكش حجة. مولانا السلطان. اخرط في عراف الشوم، ده انت أجلك فرغ اليوم. مولاي، مش قلت ان الكنز له باب باين في الكتاب ينفتح لبنت وحيدة امها وابوها؟ اهو ولا بنت بالصفات دي الا جابوها. اذا كان لسه في الكتاب رموز قول لي ايش تعوز؟ باين في الكتاب كلام كمان، بس يا مولاي طالب الامان
اتكلم بالتصريح من غير تلميح. الذهب في الكنز بالقناطير ولا ينعد بالدنانير؟ وفيه قد ايه زمرد وياقوت؟ ده انا بحب